في هذا الفيديو سنخوض رحلة مثيرة لفهم العلاقة الخفية بين الإنسان والمال من خلال كتاب سيكولوجية المال للكاتب مورغان هاوسل. هذا الكتاب ليس مجرد كتاب عن الاستثمار أو إدارة الأموال، بل هو كتاب يكشف لنا كيف نفكر في المال وكيف تؤثر مشاعرنا على قراراتنا المالية. كثير من الناس يظنون أن النجاح المالي يعتمد فقط على الذكاء أو المعرفة المالية، ولكن الحقيقة أن السلوك والطريقة التي نتصرف بها تلعب دورا أكبر بكثير. من خلال هذا الكتاب سنتعلم أن قراراتنا المالية لا تكون دائما منطقية، بل تكون متأثرة بتجاربنا وبالبيئة التي نشأنا فيها. سنرى كيف ينظر كل شخص إلى المال بطريقة مختلفة تماما عن الآخرين بسبب خبراته الشخصية في الحياة. وسنكتشف أيضا أن بعض أبسط العادات المالية قد تكون هي السر الحقيقي وراء بناء ثروة كبيرة على المدى الطويل. فهذا الكتاب يعلمنا أن الصبر والانضباط والتفكير البعيد هم من أهم عناصر النجاح المالي. وأثناء هذه الرحلة سنتعرف على قصص حقيقية توضح كيف صنع بعض الناس ثروات كبيرة، وكيف خسر آخرون كل شيء بسبب قرارات خاطئة. وقبل أن نكمل هذه الرحلة الملهمة، إذا كنت تحب مثل هذه الملخصات التي تبسط أفكار أهم الكتب في العالم، فلا تنسى الاشتراك في القناة. وكذلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل فيديو جديد فور نشره دون أن يفوتك أي ملخص مهم. فهنا سنحاول أن نقدم أهم الأفكار العميقة في الكتب بطريقة بسيطة وممتعة يسهل فهمها وتطبيقها في الحياة. ومن خلال هذا الملخص سنفهم أن المال ليس مجرد أرقام في حساب بنكي، بل هو أداة تؤثر في حريتنا وقراراتنا ومستقبلنا. وسنتعلم كيف يمكن للتفكير الصحيح أن يغير طريقتنا في التعامل مع المال بشكل كامل. فالكثير من الناس يعملون بجد طول حياتهم، ولكنهم لا يصلون إلى الاستقرار المالي الذي يحلمون به. والسبب في ذلك ليس قلة الدخل فقط، بل كيفية التفكير والقرارات المالية التي نتخذها كل يوم. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يغير طريقة نظرنا إلى المال والثروة. فهو لا يعلمنا كيف نصبح أغنياء بسرعة، بل يعلمنا كيف نبني ثروة مستقرة ومستدامة على مدى السنين. وفي هذا الفيديو سنمر معا على أهم الأفكار والدروس التي يقدمها هذا الكتاب الرائع. فإذا كنت تريد أن تفهم المال بطريقة أعمق وأذكى، فأنت في المكان الصحيح. فلنبدأ الآن مع أول فصل من كتاب سيكولوجية المال، ونكتشف معا أول درس مهم في فهم سيكولوجية المال. في هذا الفصل الأول من كتاب سيكولوجية المال للمؤلف مورغان هاوسل، يوضح المؤلف فكرة أساسية، وهي أنه لا أحد مجنون فيما يخص قراراته المالية. يبين أن كل شخص يتخذ قراراته المالية بناء على تجاربه الشخصية التي مر بها في حياته. فالإنسان الذي نشأ في بيئة فقيرة ينظر إلى المال بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الذي نشأ في بيئة مرتاحة ماليا. وبسبب هذه الاختلافات في التجارب، يتكون لكل إنسان فهم خاص للمال وطريقة مختلفة في التعامل معه. ويؤكد المؤلف أن الكثير من الناس يحكمون على قرارات الآخرين المالية بأنها خاطئة أو غير منطقية، ولكن الحقيقة أن تلك القرارات قد تكون منطقية تماما من وجهة نظر أصحابها. فالخبرات التي يعيشها الإنسان تشكل طريقة تفكيره وتؤثر في قراراته المالية بشكل كبير. ويشير الكتاب إلى أن معظم الناس يتعلمون عن المال من خلال تجاربهم الشخصية وليس من خلال الدراسة الأكاديمية. ولذلك قد يتخذ بعض الناس قرارات يراها الآخرون غير منطقية، لكنها بالنسبة لهم تبدو صحيحة. ويبين المؤلف أن تجارب الناس مع المال في فترات مختلفة من التاريخ تؤثر أيضا في طريقة تفكيرهم. فالذين عاشوا أزمات اقتصادية صعبة يكونون أكثر حذرا في التعامل مع المال، أما الذين نشأوا في فترات ازدهار اقتصادي فقد يكونون أكثر جرأة في الاستثمار والمخاطرة. وهذا يوضح أن قرارات الناس لا تكون دائما مبنية على المنطق والحسابات الدقيقة فقط، بل إن المشاعر والذكريات والتجارب الشخصية تلعب دورا كبيرا في تشكيل قراراتنا المالية. ويؤكد الكتاب أن فهم هذه الحقيقة يساعدنا على أن نكون أكثر تفهما لقرارات الآخرين، كما يساعدنا أيضا على أن نراجع طريقة تفكيرنا نحن في المال ونفهم سبب بعض قراراتنا. فالهدف ليس أن نثبت أن الآخرين مخطئون، بل أن نفهم كيف تتشكل قراراتنا المالية.
وعندما ندرك أن تجارب الناس مختلفة، سنفهم لماذا يتخذ كل شخص طريقا مختلفا في التعامل مع المال. وهذا هو الدرس الأساسي في هذا الفصل. قرارات الناس المالية ليس جنونا، بل هي نتيجة تجاربهم وظروفهم الخاصة. الفصل الثاني. في هذا الفصل يوضح المؤلف فكرة مهمة، وهي أن الحظ والمخاطرة يلعبان دورا كبيرا في النجاح أو الفشل المالي. فكثير من الناس يعتقدون أن النجاح المالي يأتي فقط بسبب الذكاء والعمل الجاد، ولكن الحقيقة أن عوامل كثيرة خارجة عن سيطرتنا قد تؤثر في النتائج التي نحققها في الحياة. فقد ينجح شخص نجاحا كبيرا لأنه كان في المكان المناسب في الوقت المناسب، وقد يفشل شخص آخر على الرغم من جهوده الكبيرة بسبب ظروف لم يكن له سيطرة عليها. ويبين الفصل أن الناس يميلون إلى نسبة النجاح إلى المهارة فقط، ويتجاهلون دور الحظ. وفي المقابل، عندما يفشل شخص ما فإن الناس سريعا ما ينسبون فشله إلى قلة الكفاءة. ولكن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك، فالحياة مزيج بين المهارة والحظ. ويشير المؤلف إلى أن هناك أشخاصا كثيرين يعملون بجد ولكنهم لا يحصلون على نفس فرص النجاح. وفي المقابل قد يحصل بعض الناس على فرص كبيرة لمجرد أنهم وجدوا في ظروف معينة. وهذا لا يعني أن العمل الجاد لا أهمية له، بل يعني أن الحياة لا تسير دائما بالطريقة التي نتوقعها. ففهم دور الحظ يساعدنا على أن نكون أكثر تواضعا عند النجاح، كما يساعدنا أيضا على أن نكون أكثر تعاطفا مع الذين لم يحالفهم الحظ في حياتهم. ويبين الفصل أن النظر إلى قصص النجاح فقط قد يجعلنا نسيء فهم الطريق الحقيقي للنجاح. فكثير من الناس الذين فشلوا قد يكونون قد اتخذوا قرارات جيدة، ولكن الظروف لم تكن في صالحهم. ولذلك ينبغي أن نتجنب الحكم السريع على الناس بناء على نتائجهم فقط. فالحياة أكثر تعقيدا من أن تفسر بعامل واحد فقط. ويؤكد الفصل أن فهم هذه الحقيقة يساعدنا على التفكير بشكل أكثر واقعية في موضوع النجاح والفشل. فالحظ والمخاطرة جزء لا ينفصل عن أي قصة نجاح أو فشل في الحياة. وهذا هو الدرس الأساسي الذي يريد الفصل أن يذكرنا به. في هذا الفصل الثالث يوضح المؤلف فكرة مهمة، وهي أن رغبة الإنسان في المزيد من المال قد لا تنتهي أبدا. فالكثير من الناس يظنون أنهم سيشعرون بالرضا عندما يحصلون على قدر معين من المال، ولكن الواقع يظهر أن الرغبة في المزيد تستمر حتى بعد تحقيق أهداف كبيرة. فكلما زاد ما يملكه الإنسان، قد يزيد معه شعوره بالحاجة إلى المزيد. ويشير الفصل إلى أن هذه الرغبة المستمرة قد تجعل الإنسان يدخل في سباق لا نهاية له مع المال. فقد يقارن الناس أنفسهم دائما بما يملكه الآخرون، وهذه المقارنات قد تجعلهم يشعرون أن ما يملكونه ليس كافيا أبدا. ويبين المؤلف أن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في الرغبة التي لا تعرف حدودا. فعندما لا يعرف الإنسان متى يكفي المال، قد يخاطر بأشياء مهمة في حياته، وقد يضع نفسه في مواقف خطرة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب. ويؤكد الفصل أن الكثير من الأزمات المالية في التاريخ حدثت بسبب هذه الرغبة التي لا تنتهي. فقد يخاطر بعض الناس بكل ما يملكون طمعا في أرباح أكبر، ولكن هذا الطمع قد يقودهم في النهاية إلى خسارات كبيرة. ويذكرنا الفصل بأن أهم مهارة مالية قد يمتلكها الإنسان هي معرفة متى يكفي المال. فعندما يعرف الشخص حدود رغبته، يستطيع أن يحمي نفسه من مخاطر كبيرة، كما يستطيع أن يعيش حياة أكثر هدوءا ورضا. ويشير الفصل أيضا إلى أن القناعة لا تعني التوقف عن الطموح، بل تعني أن يعرف الإنسان الفرق بين الطموح الصحي والطمع الذي لا حدود له. فعندما نفهم هذا الفرق، نستطيع أن ندير أموالنا وحياتنا بحكمة أكبر. وهذا هو الدرس الأساسي الذي يريد هذا الفصل أن يوصله لنا. تخيل أن بذرة صغيرة جدا زرعت في الأرض، ثم مع الوقت أصبحت شجرة كبيرة ومثمرة. هذه الصورة تشبه فكرة مهمة يتحدث عنها الفصل الرابع، وهي قوة التراكم أو ما يعرف بالفائدة المركبة. فالكثير من الناس يستهينون بالأشياء الصغيرة لأنها لا تظهر نتائج كبيرة في البداية،
ولكن الحقيقة أن الأشياء الصغيرة إذا استمرت لفترة طويلة قد تحدث نتائج هائلة. ويوضح هذا الفصل كيف يعمل التراكم في عالم المال والاستثمار. فعندما يستثمر الشخص مبلغا صغيرا من المال ثم يحصل على عائد عليه، فإن هذا العائد بدوره يبدأ في تحقيق عوائد أخرى، ومع مرور السنين يتضاعف هذا المال بطريقة قد تبدو للبعض مدهشة. ولهذا السبب فإن الصبر يعد من أهم عوامل النجاح في بناء الثروة. فالكثير من الناس يفقدون هذه الفرصة لأنهم يريدون نتائج سريعة، وعندما لا يرون نتائج كبيرة في البداية قد يتوقفون عن الاستمرار. ولكن المؤلف يؤكد أن السر ليس في البداية السريعة، بل في الاستمرار لفترة طويلة. فالزمن هو أعظم حليف لمن يفهم قوة التراكم. ويشير الفصل إلى أن بعض أغنى الناس في التاريخ لم يبنوا ثرواتهم في فترة قصيرة، بل بنوها على مدى سنين طويلة من الاستثمار والصبر. وكلما بدأ الشخص مبكرا في الادخار والاستثمار زادت فرصة نمو أمواله بشكل كبير. فالوقت يضاعف النتائج بطريقة قد لا يتوقعها كثير من الناس. ويذكرنا الفصل أن القوة الحقيقية للثروة لا تأتي من قرار واحد كبير، بل تأتي من عدد كبير من القرارات الصغيرة التي نواظب عليها مع مرور الوقت. وعندما نفهم قوة التراكم ندرك أن أبسط العادات المالية قد تحدث أكبر النتائج في المستقبل. وهذا هو الدرس الأساسي الذي يقدمه هذا الفصل. تخيل أنك تمشي في شارع فترى شخصا يقود سيارة فاخرة جدا، فتظن أنه شخص غني جدا. ولكن الحقيقة التي يوضحها الفصل الخامس هي أن الثروة الحقيقية غالبا لا تكون مرئية للناس. فكثير من الناس يربطون بين الثروة والمظاهر الخارجية كالسيارات الفاخرة والمنازل الكبيرة. ولكن الحقيقة أن تلك الأشياء غالبا ما تكون نتيجة إنفاق المال وليس الاحتفاظ به. ويوضح الفصل أن الثروة الحقيقية هي المال الذي لم ينفق بعد. فالمال الذي ندخره أو نستثمره هو الذي يبني الثروة على المدى الطويل. أما المال الذي ينفق لإظهار المكانة أمام الناس فإنه لا يساعد في بناء ثروة حقيقية. ويشير المؤلف إلى أن الكثير من الأشياء التي نعتقد أنها دليل على الثروة قد تكون في الواقع دليلا على الإنفاق. فالسيارة الفاخرة قد تكون اشتريت بقرض أو بمال تم إنفاقه بالكامل، وبذلك فإنها لا تمثل ثروة حقيقية بل تمثل مالا تم إنفاقه. ويؤكد الفصل أن الناس يرون ما يظهر أمامهم فقط، ولا يرون المال الذي يحتفظ به الشخص في الخفاء. ولذلك قد يكون بعض أغنى الناس في الواقع أقل ظهورا في مظاهر الثراء، فهم يفضلون الادخار والاستثمار بدلا من الإنفاق لإثبات شيء للآخرين. ويبين الفصل أن السعي وراء إعجاب الناس قد يدفع الكثير من الأشخاص إلى إنفاق أموالهم بشكل مفرط، وهذا السلوك قد يؤدي في النهاية إلى ضعف وضعهم المالي. ولكن الشخص الذي يركز على بناء ثروة حقيقية يعلم أن الادخار أكثر أهمية من المظاهر. فالثروة لا تقاس بما يظهر أمام الناس، بل بما يملكه الإنسان في الخفاء. وعندما يفهم الإنسان هذه الحقيقة يتغير أسلوبه في التعامل مع المال، فيصبح أكثر تركيزا على بناء المستقبل بدلا من التفاخر في الحاضر. وهذا هو الدرس المهم الذي يريد الفصل الخامس أن يوصله لنا. في هذا الفصل السادس ندخل إلى فكرة مهمة جدا في عالم المال والسلوك الإنساني. يوضح هذا الفصل كيف يتصرف الناس مع المال ليس بالعقل فقط بل بالعواطف أيضا. كثير من الناس يظن أن القرارات المالية تعتمد على الحسابات والأرقام فقط، ولكن الحقيقة أن المشاعر والتجارب الشخصية تؤثر بشدة على هذه القرارات. فقد يخاف الإنسان من الخسارة أكثر مما يحلم بالربح والنجاح، وهذا الخوف يجعله أحيانا يتجنب فرصا عظيمة قد تغير حياته المالية. كما أن بعض الناس يتخذون قرارات متسرعة بسبب الحماس الزائد أو الطمع. وهنا يأتي دور الفهم الحقيقي لسيكولوجية التعامل مع المال. إن فهم نفسيتك عند التعامل مع المال يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر حكمة. ويؤكد هذا الفصل أن النجاح المالي لا يعتمد فقط على الذكاء أو التعليم، بل يعتمد أيضا على القدرة على التحكم في العواطف والتفكير بهدوء.
فالأشخاص الذين ينجحون ماليا يعرفون كيف يتعاملون مع الخوف والطمع، كما أنهم يفهمون أن الطريق إلى الثراء يحتاج صبرا طويلا وانضباطا كبيرا. ويشير هذا الفصل إلى أن كثيرا من الأخطاء المالية لا تكون بسبب نقص المعلومات، بل تكون بسبب سوء التحكم في المشاعر والرغبات اللحظية. فعندما يرتفع السوق يندفع الناس للشراء بحماس كبير دون تفكير عميق، وعندما ينخفض السوق يشعرون بالخوف ويبيعون بخسارة كبيرة. وهذا السلوك المتكرر يوضح كيف أن العواطف قد تدمر أفضل الخطط المالية. لذلك ينصح هذا الفصل بأن يكون لديك خطة مالية واضحة ومحددة. وعندما تمتلك خطة واضحة فإنك تكون أقل عرضة للتأثر بالمشاعر المتقلبة. فالنجاح المالي الحقيقي يبدأ من فهم نفسك قبل فهم الأسواق والاستثمارات. ومن يستطيع التحكم في نفسه يستطيع أيضا أن يحقق استقرارا ونموا ماليا طويل المدى. في هذا الفصل السابع نتوقف لحظة لنفهم كيف تتشكل قراراتنا المالية من داخل عقولنا. يوضح هذا الفصل أن الناس لا يتخذون قرارات مالية بالمنطق دائما بل بالعواطف والتجارب السابقة أيضا. كثير من القرارات المالية التي نظنها عقلانية تكون في الحقيقة ناتجة عن مشاعر خفية تتحكم فينا. فالإنسان قد يشتري شيئا ليس لأنه يحتاجه بل لأنه يريد الشعور بالنجاح أو القوة. وفي أحيان كثيرة نرى أن المقارنة مع الآخرين تؤثر على طريقة إنفاقنا للمال. فعندما يرى الإنسان نجاح غيره قد يشعر بالرغبة في مجاراته حتى لو لم يكن ذلك مناسبا له. وهنا يأتي أهم درس في هذا الفصل، وهو أن فهم نفسك أهم من فهم الأرقام. لأن الأرقام قد تكون واضحة أمامك، ولكن نفسك قد تدفعك لاتخاذ قرار مختلف تماما. يؤكد هذا الفصل أن السيطرة على العواطف تعد جزءا أساسيا من النجاح المالي. فالمستثمر الناجح ليس هو الأذكى دائما بل هو الأهدأ نفسا عند اتخاذ القرار. كما يشير الفصل إلى أن الصبر لعب دورا كبيرا في تكوين الثروات عبر التاريخ. فالأموال الكبيرة لا تأتي عادة من قرار واحد بل من سلسلة قرارات صغيرة صحيحة. وعندما يفهم الإنسان طبيعة سلوكه المالي يصبح قادرا على تجنب كثير من الأخطاء. كما يبين الفصل أن الخوف من الخسارة قد يجعل الناس يفوتون فرصا كبيرة للنجاح. وبالمقابل فإن الطمع الزائد قد يدفع البعض لاتخاذ مخاطر خطيرة دون حساب كاف. لذلك فإن التوازن بين الحذر والشجاعة يعد مفتاحا مهما في العالم المالي. ويذكرنا هذا الفصل أن كل شخص له رحلته الخاصة مع المال ولا يجب مقارنتها بغيره. فما يناسب ظروف شخص آخر قد لا يكون مناسبا لك أبدا في رحلتك المالية. وفي نهاية الفصل نفهم أن النجاح المالي ليس مجرد معرفة بل سلوك يمارس كل يوم. وعندما تتعلم كيف تدير سلوكك ومشاعرك ستجد أن الطريق نحو الاستقرار المالي أصبح أوضح كثيرا. في هذا الفصل الثامن ندخل في مجال حساس جدا، هو تأثير العواطف على اتخاذ القرارات المالية. يوضح الفصل أن الناس غالبا يتصرفون بمالهم بسبب شعور لا يظهر للآخرين. فالخوف من الخسارة أو الرغبة في ربح أكبر يؤثر بشدة على أفعالنا. ويبين الفصل أن فهم هذه المشاعر هو أساس للنجاح المالي. كثير من الناس يفقدون فرصا مهمة لأنهم يسمعون صوت الخوف ويتركوهم يقودون قراراتهم. ويشير الفصل إلى أن الطمع الزائد قد يجعل الإنسان يتخذ مخاطر كبيرة دون تفكير كاف. ولهذا فإن أفضل شيء يمكن أن يعمله المستثمر هو تعلم كيف يتحكم في مشاعره. ففهم نفسك هو أول خطوة لتجنب الأخطاء المالية والضغوط الخارجية. ويؤكد الفصل أن كل شخص له نمطه الخاص في التعامل مع المال والمخاطر. فما يجعل أحد الناس يتخذ قرارا معينا لا يجب أن يكون نفسه معيارا لشخص آخر. ويوضح الفصل أن التدريب على الصبر وضبط النفس يساعد على التخطي في الأوقات الصعبة. كثير من الناس يركضون وراء أرباح سريعة ولا يدركون أن التراكم الصغير يصنع ثروة كبيرة على المدى الطويل. ويشير الفصل أن النجاح المالي لا يأتي من حظ أو صدفة، بل من فهم نفسك وتركيزك على الأهداف الصحيحة. وفي الوقت نفهم أن كل قرار صغير نتخذه يترك أثرا كبيرا على مستقبلنا المالي. ويبين هذا الفصل أن الاعتدال بين الطمع والحذر هو مفتاح النجاح الدائم.
فالأشخاص الذين يستطيعون توازن هم الأقدر على تحقيق استقرار مالي مطول. ويؤكد الفصل أن تعلم كيف ترتكز على العواطف وتديرها هو أساسي للتخطي في الأزمات. وعندما يتعلم الشخص هذه المهارة، يستطيع أن يتخذ قرارات أفضل في استثمار أمواله. وفي النهاية، نفهم أن السر في النجاح المالي يكمن في فهم نفسك والتوازن في قراراتك. في هذا الفصل التاسع نتعلم كيف يؤثر التوجه النفسي على نمو المال والاستثمار. يوضح الفصل أن الأشخاص الذين يفهمون سلوكهم يستطيعون تحقيق نتائج مالية أفضل. فكثير من الناس يتخلون عن الفرص لأنهم يتأثرون بالخوف والطمع في آن واحد. ويبين الفصل أن التخطي في المال يتطلب وجود خطة واضحة وتفهيم للطبيعة النفسية. فالنجاح لا يعتمد على الإصدفاق فقط، بل على التوازن بين التحفظ والمخاطرة. ويؤكد الفصل أن الأخطاء المالية تكون أكثر شيوعا عند من يتخذون قرارات بدون تفكير عميق. فالإنسان يجد أن صبره وتدبره هو ما يؤمن له نموا مستداما. ويشير الفصل أن كل شخص يمتلك طريقه الخاص للتعامل مع المال والضغوط. فما يجعل غيرك يتخذ قرارا معينا لا يجب أن يكون معيارا لك. ويؤكد الفصل أن التوازن بين الطمع والخوف هو مفتاح النجاح المالي. فالأشخاص الذين يستطيعون ضبط عواطفهم يتخذون قرارات أكثر حكمة. ويشير الفصل أن المستثمر الذي يفهم نفسه يستطيع التخطي في الأوقات الصعبة. ففهم نفسك يعطيك القدرة على التحكم في مالك ووقتك. ويؤكد هذا الفصل أن التراكم الصغير في الاستثمار يؤدي إلى نتائج كبيرة مدى الطويل. ويذكرنا أن الطريق إلى الثروة الحقيقية يحتاج إلى صبر وتخطيط دقيق. فالأشخاص الذين يتعلمون كيف يديرون نفسهم يحققون نموا مستداما. ويبين الفصل أن كل قرار صغير يتخذه الإنسان يكون له أثر مستقبلي. ففهم السلوك والعواطف هو أساس نجاحك في التخطي والاستثمار. وهذا هو الدرس الرئيسي الذي يريد هذا الفصل التاسع أن يوصله لنا. في هذا الفصل العاشر ندرس أهمية تخطيط الاستثمار وتركيز المصاريف لتحقيق نجاح مالي مستدام. يوضح الفصل أن النجاح في المال لا يعتمد فقط على كمية الدخل ولكن على كيفية تحكمك فيه. فالمال الذي يدار بحكمة يؤدي إلى حرية أكبر وقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. ويؤكد الفصل أن تركيز الاستثمار على المدى الطويل أفضل من الاستثمار في ربح سريع ومخاطرة عالية. كثير من الناس يركضون وراء أرباح سريعة ولا يدرون أن التخطيط والاستراقة للأفضل هو ما يؤمن نموا مستداما. ويشير الفصل أن التخطيط المالي يساعدك على تفهم مواطن الضعف والقوة في مالك. فالمستثمر الذكي يعرف أين يستثمر وما هو المخاطر التي يمكن تحملها. ويؤكد الفصل أن فهم تحركات السوق ليس كافيا دون تخطيط وضبط للمال. فكل قرار صغير لا يؤخذ بحكمة يمكن أن يؤثر على مستقبلك المالي. ويبين الفصل أن النجاح يتطلب أن تكون صابرا ومنضبطا في استثمار أموالك. ويذكرنا أن الاستثمار الذكي يحقق ثروة دائمة وحرية أكبر. فالأشخاص الذين يتخلصون من التسلط العاطفي على قراراتهم هم أكثر نجاحا. ويؤكد الفصل أن النجاح المالي لا يتم بسبب الحظ، بل بسبب التخطيط والاستراقة. فالمال يساعدك على حرية اختيار أفعالك ووقتك وحياتك. ويبين هذا الفصل أن الإدارة الصحيحة للمال تقلل من الخوف وتزيد من الثقة بالنفس. فالتخطيط المالي يجمع بين الذكاء والصبر والانضباط في قراراتك. ويؤكد الفصل أن من يفهم نفسه ويدير ماله يكون أقدر على تحقيق ثروة حقيقية. وفي النهاية، يتعلم القارئ أن التخطيط والتوازن هما مفتاح النجاح في المال. وهذا هو الدرس الرئيسي الذي يريد هذا الفصل العاشر أن يوصله لنا. في نهاية هذا الكتاب، نفهم أن السلفة المالية لا تكفي وحدها للتحقق من النجاح الحقيقي. فالفهم العميق للسلوك وتحكم الإنسان في عواطفه هو ما يمكنه من نمو مالي مستدام. ويؤكد الكتاب أن اتخاذ قرارات مالية بوضوح وتخطيط يحقق استقرارا أقوى وأمانا أكبر. فالوقت وتحكم النفس يعتبران أكثر قيمة من الرقم في الحسابات البنكية. ويذكرنا أن كل شخص يمتلك طريقه الخاص للتعامل مع المال والتحكم في خططه. فالمال يساعدك على تفهم مواطن الضعف والقوة في مالك. فالأشخاص الذين يتعلمون كيف يديرون نفسهم يحققون نموا مستداما. ويؤكد الفصل أن كل شخص يمتلك طريقه الخاص للتعامل مع المال والتحكم في خططه. فتعلم كيف تدير مالك وعواطفك هو مفتاح النجاح الحقيقي في الحياة.
ويبين الكتاب أن الطريق إلى النجاح المالي يتطلب صبرا وتخطيطا وتوازنا مستمرا. فالأخطاء الصغيرة تتركب وتؤثر على مستقبلك، لذلك فالتوازن أساسي. ويؤكد الفصل أن الفهم الحقيقي لنفسك يساعدك على تجنب ضغوط الاستثمار والخسارة. والمال لا يكون هدفا وحده، بل هو أداة لبناء حياة أفضل وأكثر حرية. فالنجاح الحقيقي يكمن في تركيزك على أهدافك وضبط نفسك. ويشير الكتاب أن كل شخص يمتلك قدرة على التخطي واتخاذ قرارات أفضل. ولهذا السبب ينصح بتعلم كيف تدير وقتك وتركيزك والمال بحكمة. فالمستثمر الذكي هو الذي يفهم نفسه ويتحكم في عواطفه وطرق قراراته. ويؤكد الكتاب أن تركيزك على التوازن والوضوح يساعدك على تحقيق نتائج مالية أفضل. ويجب أن تعرف أن النجاح لا يأتي بالصدفة، بل بالتخطيط والتدرب والتوازن الدائم. ويبين أن أقوى الأدوات للنجاح هي فهم نفسك وتعلم الضبط العاطفي في كل وقت. فالإنسان الذي يتعلم كيف يدير نفسه يستطيع أن يبني حياة ومالا واستقرارا أفضل. وأيضا لا تنسى أنه لكل من يشاهد هذا الفيديو يفضل أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لتصلكم كل التحديثات الجديدة والملخصات الهامة. فهذا الاشتراك وتفعيل الجرس يمكنكم من متابعة كل الملخصات والمحاضرات المفيدة في المال والاستثمار. ونتمنى أن يكون هذا الفصل والكتاب كان فادين لكم في تحسين فهمكم لسلوك المال ونموكم الشخصي والمالي.